عارفين النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنروح نعوم مع سمك القرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. النهارده هنروح نعمل تور في الايلاند، هنزور كل الاماكن المختلفة اللي في الجزيرة هنا، ولكن اشهر حاجة موجودة هنا هي انك تنزل البحر مع اسماك القرش، فدي الحاجة اللي احنا هنعملها برضو النهارده. قبل ما نبدأ نتحرك على طول في حاجة لازم تعملها، تنزل تحت تضرب لايك، اديني اللايك في السريع عشان نبدأ الفيديو بتاعنا. دوس لايك، بيس يا مان. يلا بينا نبدأ، خلينا نتكل على الله. I'm okay. Hi. I think we're going together. Yes. Nice to meet you. المفروض دلوقتي ان احنا في عربيات هتاخدنا وهتبدأ تاخدنا في كل نقطة هنروحها، وهنقف هناك هنعمل ستوب في كل مكان بنروحه. العربيات اللي احنا رايحين فيها عربيات نص نقل. Here we go, look. Yeah. Do you want to sit outside? I think she'll sit outside for some of the time and maybe inside later. No, come here first. On that one? Oh yeah, little step there, look. I guess we see everything from the There was maybe 100 people swimming, but since then it's very lots of waves. كده نبقى وصلنا اول نقطة هنقف فيها، واول نقطة هنقف فيها دي مش موجودة طول السنة، لان دي بطولة عالمية موجودة النهاردة. تعالوا نتفرج عليها وبعد كده هقول لكم دي بطولة ايه. البطولة دي بطولة السيرفنج اللي هي اسمها ايه؟ التزحلق على المية، معرفش اسمها ايه، ولكن هم فخورين جدا ان هم عندهم البطولة دي هنا. البحر جميل يا جماعة. كده خلصنا وطالعين على النقطة اللي بعدها. I go to work here. You can join me here in front. I will explain you something here. Okay. Say hi. What's your name? Charlotte. Charlotte. Tell them hi, Charlotte. Something here. Very quick. But guys, we stop here in Mordera more to see our lion mountain. The mountain looks like a lion sleep. الجبل اللي ورانا دوت ده شبه الاسد كده في قعدته، فبالنسبه لهم الجبل دوت رمز من رموز الجزيره، لان هم ما عندهمش اي حيوانات، فدايما النكته بتاعتهم ده الحيوان الوحيد اللي عندهم. دي كده كانت تاني ستوب، دلوقتي رايحين على الستوب اللي بعدها. Speak now. Your words will go. You know how it's called? What do you say? Hello. My name is Charlotte. So guys, you know what is this big construction over there? This is the prison of the island. The families of talk. The families of education. ده السجن بتاع الجزيرة. السجن عليه 50 شخص بس، 50 شخص جوه السجن.
بس هو اصلا مش جايبنا هنا عشان نشوف السجن، هو جايبنا هنا عشان نشوف الميراج او الميراج اللي هو معرفش بكتبها بالعربي. عارف لما تبقى ماشي في الصحراء وتشوف خيالات وهي اصلا مش موجوده؟ ده اللي موجود. احنا شايفين ان في ميه هناك الحته دي، لكن الحقيقه ان هو اصلا ما فيش ميه هناك، وان دي بس خيالات، لدرجه ان احنا لما بنوطي تحت كده بنلاقي ما بنشوفش الميه. يعني بص مش عارف لو واضحه بالنسبه لكم، لكن هي دي الحاجه اللي احنا شايفينها. يعني هم هناك هناك ما فيش ميه. دي الخيالات اللي احنا شايفينها جميله. Ik ken wel Nederlands. Hij was pakken, maar hij was niet aan het filmen. Ja, we zagen hem bij het vliegveld. Je komt uit Nederland? Ja. Ja, ik kom uit België. Ik spreek een beetje Nederlands. Helemaal zo ver mogelijk van België en dan kom je weer op België. That's too much for me, I don't understand. Hallo. كده احنا خلصنا ورايحين دلوقتي على العين اللي هي الزرقاء ديت. اللي حصل دلوقتي ان احنا بعد ما وصلنا اكتشفنا ان عشان البحر عالي جدا فاحنا مش هنعرف نشوف الريفلكت بتاع الميه لما بتزرق. فهم اقترحوا علينا، قالوا لنا ان احنا الاحسن ان احنا ما ندفعش فلوس ونطلع بس فوق العربيه نشوفه من فوق، وده يكون افضل بالنسبه لنا من ان احنا ندفع فلوس على الفاضي، لان مش هنقدر نشوف الريفلكت. وصلنا قرية الصيادين. ده المكان اللي هم بيصطادوا فيه طبعا، ومش بس كده، لكن ده كمان المينا بتاعهم. ده المينا الرئيسي بتاع الجزيرة كلها، دي الكنيسة بتاعت المكان. بالمناسبة أنا عارف إن معظم الدول الأفريقية اللي في الجزء دوت من القارة مسلمة، ولكن البلد هنا لأن الاحتلال كان عندهم برتغالي فهم دولة أرثوذكس. الناس كلها هاديه بصراحه، دي من اكتر الحاجات المميزه في المكان دوت بشكل عام. تعامل الناس هاديه، حتى اللوجو بتاع الجزيره كله اسمه نو ستريس. الناس هنا كول خالص. دلوقتي وصلنا النقطه قبل الاخيره، دي النقطه اللي احنا هنعدي فيها وهنشوف، وده المكان اللي احنا هنشوف فيه اسماك القرش. فاحنا دلوقتي هنشوف اسماك القرش جوه، والمفروض ان هي تبقى قريبه جدا. بعد كده يبقى فاضل لنا المكان اللي هو البحر اللي انت استحاله تغرق فيه، ده اللي احنا هنروحه، ودي اخر مكان هنروحه بعد كده. فلو انت لسه ما دوستش لايك انزل على طول دوس لايك يا مان، وخلينا يلا نروح على طول. طبعا احنا داخلين بالكوتشات لان الارض ناشفه، الارض كلها حجاره، بس الميه هنا دافيه في الحته دي من الجزيره. عايز انا شايف انا شايف اسماك القرش احياء. اهم حاجه ان احنا بنحترس ان احنا ماشيين في الميه، ولو الكاميرا وقعت دي هتبقى النهايه، ونقعد بقى نغني ظلموه بعد كده. احنا قريبين فشخ.
حصل بقى ان انا من غبائي لابس شورت تحت الهدوم، على اساس ان انا لما نيجي للنقطه دي او النقطه اللي بعدها اللي هي هنروح نعوم فيها اقلع الشورت الجينز والبس بقى ايه الشورت بتاع الميه. نسيت ان انا لابس الشورت ورحت نازل بالشورت الجينز وبليته، والشورت بقى كله طينه وحاجه زي الزفت. هنكمل اليوم النهارده الشورت بتاع الميه. Oh, I forgot the name of him. You Thingy Bob, whatever his name is. I forgot. Used to wear the hearts of the pharaohs. Yes. I don't know about Tutankhamun, but I forgot most of it about. وصلنا اخر مكان، جبنا تذاكر غاليه 5 يورو الدخول. ده المكان اللي هم كانوا بيستخرجوا منه الملح، لان هم التجاره الخارجيه بتاعتهم كلها بتعتمد على تصدير الملح. جوه بقى المكان اللي احنا هنعوم فيه ده المكان اللي استحاله تغرق فيه، بس هم مأكدين علينا نخلي بالنا عشان لو الميه جت في عينينا هتبهدلنا وهتعمل التهابات وحاجات زي كده. خالص كده دلوقتي احنا تحت. ده ملح اللي احنا واقفين جنبه دوت، ده ملح. في الميه هنا هتشوفوا الناس، تلاقي نفسك عايم على وش الميه كده على طول. جامدة جمدان السنين، بس اسف على منظر الكرش. احنا خلاص اخر اليوم. النهارده كان يوم طويل، وانا بصراحة زي ما انتم شايفين كده بصوا كل ملح وحالتي بالبلا خالص. غالبا دلوقتي كل اللي انا هعمله ان احنا هنقفل الفلوج هنا وهنروح، واتمنى يكون اليوم عجبكم. بس لو عجبكم الفلوج ما تنسوش تحط لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. سلام.